10 فبراير اليوم اللي مفيش أي حد في مصر هينساه أبدا. اليوم اللي منتخب مصر أعلن نفسه فيه سيد للكرة الإفريقية، زي النهاردة كده من 20 سنة بالتمام والكمال، ومن 18 سنة بالتمام والكمال. زي النهاردة كده من 20 سنة في استاد القاهرة في النسخة ال25 من بطولة كأس أفريقيا في المباراة النهائية اللي كانت بين منتخب مصر ومنتخب كوتيفوار، وقصاد أكتر من 75 ألف متفرج، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك. محمد أبو تريكة بيضرب ضربته علشان منتخب مصر يفض الشراكة في كأس أفريقيا مع الكاميرون وغانا، ويكون منتخب مصر محقق اللقب 5 مرات. محمد ابو تريكة برضه بنكون على الميعاد معاه في ملعب اوهندوجان بالعاصمة الغانية اكرا، لما بياخد الكورة بعد الملحمة اللي كانت ما بين سونج وزيدان، وبيسجل هدف الفوز لمنتخب مصر في بطولة كأس افريقيا في نسختها ال26 اللي كانت في غانا في 2008. يوم الجمعة 11 محرم 1427 الموافق 10 فبراير 2006 عمره ما هيتنسي أبدا. عمرنا ما هننسى من 20 سنة بالتمام والكمال. حمادة هلال كان بيغني وكان بيقول والله وعملوها الرجالة. وبرضه من 18 سنة يوم الحد 3 صفر 1429 الموافق 10 فبراير 2008 محمد أبو تريكة بيكون هو يعني مسك الختام للسيمفونية المصرية اللي اتعزفت قصاد العالم كله، واللي العالم كله انبهر بيها في كأس أفريقيا 2008. عمرنا ما هننسى أبدا النسختين دول اللي كسبنا فيهم كأس أفريقيا للمرة الخامسة والمرة السادسة. بطولتين عمرنا ما هننساهم أبدا. عمرنا ما هننسى أيام الكورة الجميلة اللي كان فيها منتخب مصر بيقدم كورة بحقه حقيقي. ذكرى 10 فبراير يوم تاريخي وعمره ما هيتنسي أبدا في الذاكرة الكروية المصرية والإفريقية.